أنت الذي من نوره البدر اكتسى، أنت الذي من نوره البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا. عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مساء الفل عليكم، يا مساء النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. سنة سعيدة، سنة جديدة، يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم، وسنة كده الفرح والعوض، وسنة كده إيه كل حاجة حلوة. هنبدأ النهاردة أول يوم في السنة بفيديو قوي جدا هيعجبكم جدا، تفاصيله حلوة ولمته حلوة، وإن شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. بدأت كده الأول إن أنا نزلت السوق، اشتريت الطلبات دي، جبت بقى بصل، وجبت بقى لفت، وجبت شطة، وجبت خس وبصل أخضر كمان، وجبت خضرة علشان هنعمل إيه حذروا فزروا كده. واشتريت شوية طلبات يعني كانوا ناقصيني، ودخلت بقى كده على المطبخ ورحت لبست الحتة الخضراء علشان تبقى سنتنا خضراء. ايه رأيكم بقى؟ اول مرة البس العباية الجديدة، صورتها لكم في الفيديو اللي فات، وقلت لازم ابدأ كده بالعباية الخضراء عشان تبقى سنة خضراء علينا جميعا. لو بتشوفيني بقى كده لأول مرة حطي لي لايك للفيديو واشتركوا في قناتي لو لسه مشتركتوش، وتسلم ايديكم على كومنتاتكم وتشجيعكم ليا، بشكركم جدا والله العظيم. ربنا يسعدكم ويجعل السنة دي سنة كده سعيدة علينا جميعا، ويجعلها كده نحقق فيها كل احلامنا، ويا رب يا رب ينصر اخواتنا في غزة وفي السودان، اللهم بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين، ويا رب كده ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر يا رب، اللهم امين. بدأت كده سميت الله ووزعت الحاجات دي. انا جبت الصينية، المطبخ عندي كده تحس ان هو ايه محكوم شوية، بس الحمد لله زي الفل. جبت الصينية حطيت عليها الخضار بتاعي زي ما احنا شايفين كده، وجبت بقى كده طماطم، غسلت الطماطم ده كيلو وربع من الطماطم، وجبت بصلتين كبار ضربتهم في الكبة. تمام كده. حذروا فزروا هنعمل ايه. انا النهارده يا جماعه قلت ادلعهم بقى بمناسبه راس السنه واعمل لهم اكله حلوه. ايوه يعني هي راس السنه ايه غير ان انت تعملي اكله حلوه كده وشويه مكسرات كده لب وزداني كده ومش عارفه ايه، وتجيبوا فيلم ولا مسلسل حلو وتقعدوا تتفرجوا على التلفزيون. واحنا فعلا عملنا كده والله العظيم، يعني بدأنا كده والولاد كانوا مبسوطين جدا، ويعني اللمه حلوه، ربنا يدومها يا رب علينا نعمه، اللهم امين. فبصراحه كان امبارح ده يوم بجد مميز جدا جدا جدا، انبسطنا فيه جدا، ما خرجناش ولا اي حاجه وقاعدين في البيت، بس بصراحه كده عملنا شويه طقوسات، فكنا اليوم كان لطيف جدا بصراحه الحمد لله. طيب انا ضربت هنا البصل بتاعي في الكبه، ضفت عليه بقى معلقتين من الفلفل الاسود ومعلقتين من الكمون. المعالق بتاعتي دي صغيره خالص يا جماعه، عشان كده بقول لكم معلقتين خالص، بالذات في الوصفه اللي احنا هنعملها دي مع بعض. ودي طبعا بقى الملح بتاعي بكون حاطه عليه شطه وكزبره، وبسميها خلطه كده كمون، حطيت منها معلقه كبيره كده. تمام. وجبت برضو في نفس ذات الكبه اللي انا ضاربه فيها البصل هضرب فيها الطماطم من غير ولا نقطه ميه، علشان هنعمل ايه حذروا فزروا هنعمل ممبار يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا بعمل شويه ممبار حاجه كده لوز العنب، بجد مش بشهد لنفسي لكن والله العظيم انا بعمل ممبار تحفه. وزي ما انتم شايفين تفاصيله سهله جدا وبسيطه، يعني مش هياخد معاكي دربكه بقى ولا تسبكي ولا تحبكي ولا الكلام ده كله. انا بضرب الكبه في الكبه، بضرب فيها البصل وبضرب فيها الطماطم، وبجيب الخضره بتاعتي اغسلها واقطعها اللي هي عباره عن ايه كزبره وشبت. حابه تحطي البقدونس ده حطيه، بس انا ما بحطش البقدونس ده، ما بستخدموش اصلا في المحشي بتاعي، ما بحبهوش، بحب الكزبره اكتر. فانتي حطي الخضره اللي انتي بتحبيها، اغسليها طبعا وقطعيها كده كويس زي ما انا عملت اهوت. غسلت الخضره وقطعتها. وخطوه مهمه جدا ان انت تحطي الخضره على البصل وتدعكيهم كده بقى دعكه كده حلوه بايدك يا حبيبتي، سيبك من المعلقه والحاجات دي، احنا مش بتوع معالق. شمري كده ودعاكي كده، وعايزه بصي عشان يطلع معاكي نتيجه زي الفل. كيلو الممبار بياخد كيلو من الرز، بياخد كيلو وربع من الطماطم لو حباه يعني يبقى احمر، او كيلو لو حابه الطماطم بتاعته مظبوطه. تمام كده. واربع حزم من الخضره اللي هي الحلوه مش الصغيره دي، يطلع معاكي شويه ممبار حاجه كده زي السكر. قلبتهم كويس جدا، وجبت الطماطم بقى اللي انا ضربها في الكبه، وقلبي الكلام ده كله على بعضه كده تقليب كويس. طب ده هينزل منه بقى ميه والكلام ده هنرميها؟ لا، يعني الخلطه دي هتنزل كده ميتها هنرميها؟ لا 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 لا، مش هنرمي حاجه. هقولك هتعملي بيها ايه، هتخليلك الممبار بتاعك في حته تانية خالص. طبعا كده حطيت حوالي ربع كوبايه من الزيت علشان بقى ايه الرز بتاعنا يبقى مفلفل وزي الفل.
وانا واقفه والله على الرخامه حشيته. ده ما شاء الله كيلو من الممبار، زي ما قلت لكم ياخد كيلو من الرز، بصلتين 2 كبار، المقادير مظبوطه، كيلو طماطم، 4 حزم من الخضره. مش هيبقى معاكي حبايه رز من الممبار، وديكي هتشوفي كله معايا في الفيديو. وقفت كده بقى كده حشيته كويس جدا. بصي يا ستي، خلي الممبار معاكي يعني مش مليان، انتي املي اول حته فيه كده، بعد كده سويها بايدك هيطلع معاكي زي الفل. ما تملوش قوي عشان ما يفرقعش منك. اقسم بالله ما في واحده فرقعت مني، يعني عارفين مفيش واحده كده طقت. الممبار ده بتجيبه اختي اللي بتجيبهولي، بصراحه ربنا يبارك لها. حلو جدا. بتجيبهولي كده من مش من هنا اصلا، يعني مش من المكان اللي احنا ساكنين فيه، فبحكم ان احنا بنشتغل فيه يعني بعمل اكل البيتي بيه، فلما بحتاج بتجيب لي مثلا كيلو كده. والله تحفه تحفه بجد حقيقي، وممبار صغير كمان، في نفس الوقت ما يطقش منك كده ولا يفرقع ولا اي حاجه، وما ياخدش حوالي نص ساعه على النار. تخيلوا بقى، انا وقفت حشيته كله كده زي ما احنا شايفين، وطبعا حطيت حله ميه على النار كده تغلي جنبي، علشان خاطر ايه؟ يعني على ما اخلص حشو الممبار تكون الميه غليت، ما نضيعش وقت. طيب انا حط حله ميه المونيا، طبعا مش عايزه الحله تزرق عشان ما اقعدش ادعك بقى، يعني مش عشان هاكل اكله حلوه اقعد ادعك واتعب نفسي. حطيت فيها معلقه كده من الخل، تمام، ولا بيأثر في الطعم ولا بيأثر في اي حاجه. اي حاجه المونيا تكوني بتسلقي فيها حاجه هتاخد وقت ومش عايزاها تزرق منك، اديها معلقه من الخل، ما بتخليهاش تزرق ولا يجرالها اي حاجه خالص. جربوا والله هتدعولي بصراحه. بصوا يا جماعه، ما بقاش حبايه رز زي ما احنا شايفين، كيلو الممبار خد كيلو رز. الميه بقى اللي اتبقت اللي هي بتتصفى من الرز دي، بصفي منها الرز وبروح ضيفاها على الميه بتاعه الممبار. بصي بتتبلهولك بقى كده لوحده، تخلي طعمه تحفه، يبقى ملحها وفلفلها وفيها كل حاجه، فبتخلي الشوربه متبله تتبيله حلوه جدا بجد. جربيها يعني، ما ترميش الميه اللي بتنزل من الخضره والطماطم والحاجات دي. طبعا لازم الميه تغلي معاكي غاليه جامده جدا. بعد ما الميه غليت معايا، رحت بقى ايه؟ حطيت الممبار وسبته كده على النار. تعالوا ندخل على الوصفه اللي بعديها. هنعمل ايه؟ انا جبت كده الخلاط، حطيت فيه فصين من الثوم، وحطيت فيه بصلايه وملح وفلفل وبابريكا وشطه، تمام كده، ومكعب مرق الدجاج لو حابه، تمام. واضربي بقى الحاجات دي كده في الخلاط مع شويه ميه، مع نص كوبايه من الدقيق. هنعمل خلطه جباره نتبل بيها البانيه، هيخليلك البانيه ده بصي كانك بتاكلي كنتاكي بازوكا، الحاجات اللي هي ايه بندفع فيها الشيء الفلاني. انا جايبه هنا نص كيلو من البانيه، نزلت عليه بقى بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وهسيبه في التتبيله دي بس كده لمده يعني ربع ساعه على ما الممبار يستوي، تمام كده. ركنته على جنب بقى كده. وفي الخطوه دي كان حماده جه، بصوا بقى كده، دي بقى فرحه ولادي اول ما ابوهم يخش البيت، ربنا ما يحرمناش منه يا رب كده، ويبارك له ويديله الصحه ويكفيه شر اي حاجه وحشه، اللهم امين. سلم عليهم، وحبيت اخد اللقطه كده علشان الفيديو يبقى اسري كده حلو قوي. دخلت بقى كده، كان الممبار بتاعي استوى. بصوا يا جماعه، اتفرجوا على الجمال والحلاوه والعظمه. بصوا الله، بسم الله ما شاء الله. الممبار بقى استوى وما خدش معايا وقت خالص، زي ما قلت لكم، واحده بوحدته. شايفين الجمال والحلاوه؟ ولا منبريه مفرقعه ولا منبريه طاقه ولا الكلام ده كله. في واحده دي انا اللي كنت ضغطت عليها بايدي عشان اشوفه مستوي ولا لا، اللي هي كانت مقطوعه دي، تمام. بضغط عليه بالمعلقه كده، الاقي الممبار بتتقطع معايا والرز مستوي، يبقى كده هو مستوي معاكي وزي الفل وبألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم ان الكيلو بسم الله ما شاء الله بيرمي كميه محترمه. انا بسلقه مره واحده وبناكل على قد اللي بناكله، في الحله دي عينه من الرز في اي وقت بجد احمره عادي. انا ما لحقتش اصوره من اوله بقى كده الرز. حطيت معلقه كبيره من بهارات الكبسه، ومعاها كده ورق لورا واللي هو اللومي ده، وحطيت معلقه من الصويا صوص ومعلقه من الكاتشب، تمام كده، وبصلايه صغيره. قلبت الحاجات دي كلها لحد ما ريحتها طلعت. وده يا جماعه ربع كيلو من الرز البسمتي، بس انا بحبه قوي فحبيت اعمله جنب البانيه اللي انا هعمله. وزودته من الشوربه عادي جدا، ميه من الكتل او شوربه عندك اي حاجه، تمام. وطبعا دقته لقيته مظبوط جدا، وغطيت عليه بقى وسيبته على جنب. جبت هنا بقى البانيه، ودي اخر خطوه. جبت العلبه دي بحط فيها دقيق متبهر، بهارات ملح وفلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر، وبنزل فيه بالبانيه بتاعي زي ما احنا شايفين. والعلبه دي اختراع يا كوتش، بصي ولا بهدلك بقى الدنيا ولا حاجه، وتطلع معاكي القطعه كده زي الفل زي ما احنا شايفين كده. حطيه في العلبه وهزيه كده كويس جدا، بجد هيطلع معاكي عظمه زي ما احنا شايفينه. اختراع حلو جدا، ولا بقى الرخامه هتتبهدل ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان البانيه ده كان طعمه فظيع يا جماعه، كان حلو جدا جدا جدا، وكان سبايسي كده ومقرمش وطعمه زي الفل. اخر خطوه معانا بقى ان احنا هنحمر بقى الحاجات الحلوه دي
اللي احنا عملناها. جبت طاسه وحطيت فيها شويه زيت وقلت حمر بقى الممبار. بجد كانوا شويه اكل تحفه. عامله من كل حاجه حاجات قليله، بس الصينيه في الاخر هتبقى تحفه. يعني انا بحب اعمل كده، اعمل كذا نوع من الاكل واعمل يعني حاجات قليله. يعني هتشوفوا الصينيه في الاخر بسم الله ما شاء الله. لو بتجيبيها من بره هتجيبيها بالشيء الفلاني، لا عملتها انا في البيت بحاجات بكل يعني بقلل الامكانيات. نص كيلو بانيه يعني مش حاجه. والممبار كده كده يعني انا كنت جايباه وركناه عندي من قبل كده. يعني بحب اجيبه احتياطي يبقى موجود في اي وقت احب اعمله بعمله. ويلا بقى. وربع كيلو رز بسمتي يا جماعه، ده ربع كيلو. بصوا عامل لي كميه قد ايه. والله ربع كيلو جايبها ب 15 جنيه. جبت بقى صينيه وفرشت عليها فويل كده، اهم من الشغل ظبط الشغل. ايوه امال ايه يعني. وحطيت الرز البسمتي زي ما احنا شايفين، وجبت الممبار بتاعي اللي كان طعمه فظيع يا جماعه. رصيته كده، وادي البانيه رصيته برده كده. عملت شويه سلطه خضراء بقى، انما ايه تستاهل بقكم. بحب احط فيها بقى كده بصل وجزر وطماطم، يعني سلطه خضراء. وده طبق شوربه. ودي كانت عندي بقى بطه صغنونه كده، يعني صغننه خالص زي ما احنا شايفين، عملتها برضو. وده كان الشكل النهائي للصينيه بتاعتي. قولوا لي بجد ايه رايكم. والله العظيم انا بادئه فيها بعد المغرب، ما خدتش معايا وقت خالص. واتجمعنا وقعدنا بقى كده اتعشينا. كان الاكل زي السكر وزي العسل. وطبعا اهم ما فيه اللمه، ربنا يدومها علينا يا رب كده، ويبارك في ولادي وفي جوزي ويجعلهم من الصالحين، اللهم امين ولكم بالمثل. دعوه حلوه منكم كده في الكومنتات بقى، وتسلم ايديكم على كومنتاتكم بجد اللي بتخليني مبسوطه جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش. وان شاء الله الفيديو الجاي هنزل لكم السهره بتاعتنا بقى، يعني ايه. ما حبيتش اخليه فيديو واحد عشان ما يبقاش طويل وممل. مصوره لكم فيديو تاني